السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ربيع، فيديو جديد وصلوا على الحبيب. قبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هنتكلم النهارده عن كريستيانو رونالدو. زي ما انتم شفتوا في اول فيديو، ليه كريستيانو رونالدو ما بيشربش مشروبات غازيه زي بقيه اللاعبين بيشربوا كوكا كولا وبيبسي والخ؟ ليه ما بيشربش زي الناس دي؟ مبدئيا كده، كريستيانو زي ما كنا بنتكلم من شويه، ليه كريستيانو رونالدو ما بيشربش كوكاكولا او اي مواد غازيه؟ مبدئيا كده، كريستيانو رونالدو ما بيحبش يشرب مواد غازيه علشان الناس اللي بتتابعه، وعلشان الاعلانات اللي هو مشروبات غازيه، عشان في اطفال كتير بتتابعه. وغير كده، كريستيانو رونالدو لو انت برضو شفت بقية اللاعبين زي ميسي ونيمار والناس التانية دي، هتلاقي ان جسمهم كله مرسوم بالوشوم. ولو شفت لكريستيانو رونالدو هتلاقي جسمه كله طبيعي. طبيعي ازاي؟ مش عليه ولا وشم. ليه؟ عشان كريستيانو رونالدو لما بيجي بيتبرع بالدم، لازم جسمه كله يكون وشم، مفيش فيه ولا وشم. فعشان كده كل سنة كريستيانو رونالدو بيتبرع بالدم، فدمه يكون صالح يتبرع بيه للأطفال والناس، دمه يكون صالح. علشان كده كريستيانو رونالدو مش بيحط أي وشم. زي ما كنا بنتكلم من شوية، كريستيانو رونالدو ما يحبش يشرب أي مواد غازية علشان صحته. ما بيحبش هو يشرب أي حاجة غازية، ما بيحبش يشرب غير المية، وعشان برضو الناس اللي بتتابعهم ما يشربوش الحاجات دي وتضايقهم فيما بعد، علشان ما تدمرش صحتهم وكده. فعشان كده كريستيانو رونالدو بيحب يحافظ على صحته كويس جدا، عشان هو غير ان هو رياضي، وهو برضه بيطلع في الاعلانات وكده. تمام. وبرضه كريستيانو رونالدو غير ان هو بيطلع في الاعلانات، او لاحظت كمان غير ان ميسي ونيمار والناس التانية دي، اللاعبات التانية، هتلاقي ان جسمهم كله معمول بالوشم. لكن لو لاحظت على كريستيانو هتلاقي مفهوش اي وشم. ليه؟ علشان زي ما احنا كنا قلنا ان هو لما يجي يتبرع للناس، هتلاقي عشان لازم كده، عشان لما يجي يتبرع بالدم، لازم الدم يكون مفهوش اي وشم ولا اي حاجه، عشان اللي بيتبرع له ما يتصابش بالمرض، السرطان او اي حاجه لا قدر الله. فعشان كده هو مش بياخد اي وشومات. ده كان فيديو النهارده. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.